يلا يا بوجي، يلا يا لمطم، نقعد سوا هنا نفتح قلوبنا. يلا يا بوجي، يلا يا طمطم، نسمع حكاية جديدة من حكايات رندا. دروس وحكاية نسمع ونفهم، تبقى معانا وتعيش جوانا. يلا يا بوجي، يلا يا طمطم، نسمع حكاية جديدة من حكايات رندا. احكي ولعبة وحكمة حلوة نخليها دايما في بالنا. يلا يا بوجي، يلا يا طمطم، نسمع حكاية جديدة من حكايات رندا. حبايبي الحلوين، موضوعنا النهاردة عن الصداقة الحقيقية. صاحبك وحبيبك اللي بتحب تروح المكان عشانه، في أول اليوم عايز تجري تروح تلعب وتضحك معاه، في نهاية اليوم بيحلى الكلام في سماعه. الصداقة الحقيقية هي الزينة الحلوة اللي بتزين قلبك وتفرحه، هي الشريط القوي المربوط بالمحبة والعطاء والتسامح. في اليوم العالمي للصداقة تعالوا نسمع بوجي وطمطم هيقولوا لنا ايه. أصحابي في حياتنا مش مهم يكون حوالينا أصحاب كتير، الأهم يكون حوالينا أصحاب حقيقيين. القيمة مش بالعدد، صديق واحد صادق وأمين أحسن من 10. راجع دايرة أصحابك، اختار اللي يسمعك ويفهمك ويحس بيك. اختار الصاحب اللي ما يحبش يشوفك قاعد لوحدك حزين، يجري عليك ويقولك ممكن أساعدك. اختار اللي يشاركك ضحكتك ودموعك. اختار صاحبك اللي ما يصدقش أي كلام يتقال غير لما يتأكد، ولو أنت غلطت يجري عليك ويتكلم معاك بصوت هادي من غير ما يغضب أو يعلي صوته، علشان هو عارف إنه لو سمعك هيفهمك، ولو أنت غلطت واعتذرت هيسامحك. صاحبك الحقيقي هو حافظ أسرارك، اللي بيخاف عليك وبيطمن خوفك. اختار الصاحب اللي يقبلك زي ما أنت ويشجعك إنك تكون أحسن. طبعا احنا بنشكر ماما وبابا علشان هم أول أصدقاء حقيقيين في حياتنا، ادونا الحب والأمان، وهم مش عايزين مننا حاجة غير إننا نكون مبسوطين. علمونا العطاء من غير مقابل، علمونا التسامح، عرفونا إن أي إنسان بيغلط، مش مهم إننا نغلط، المهم إننا نعترف بغلطنا ونعتذر. أنا ماما قالت لي إن الصداقة الحقيقية هي البيت اللي بيبني شخصيتنا. الصداقة عاملة زي الجبل العالي، محدش يقدر يوصله غير الصديق الوفي. فاختيار الأشخاص الصح في حياتنا ده أساس نجاحنا وراحتنا. شكراً لكل الأصدقاء الأوفياء. شكرا من القلب يا صديق العمر. مع السلامة ونشوفكم في الحلقة الجاية. يا صحابي تعالوا نلعب ونغني نضحك طول اليوم، ايد ايد نخلي الدنيا فرحة تكبر كل يوم. يا صحابي تعالوا نلعب ونغني نضحك طول اليوم، ايد ايد نخلي الدنيا فرحة تكبر كل يوم. يا صحابي تعالوا نلعب